مرحباً بكم متابعينا الكرام. هذه أول حلقة من سلسلة أغبى رئيس في العالم. سنغوص في عقل هذا الكائن الغريب والمضحك. أتمنى أن يعجبكم المحتوى. في آخر خطاب لهذا التافه المدعو تبون أنه سينتج ثلاجة وتلفزة وفرن صنع جزائري 100% هذا العام، مع العلم أن بلده تسبح على بحر من الثروات الباطنية. الدول تتصارع على الريادة في مجال الفضاء والتكنولوجيا والصناعة العسكرية، وهذا التافه يحاصر نفسه بافتعال صراعات هو في غنى عنها. خسر في سبيلها كل ثروات شعبه الذي يعيش الحرمان، ولا يجد أبسط مقومات الحياة من عدس وزيت وحليب، بينما البطاطيش ينعمون بامتيازات لا يمتلكها الجزائريين أنفسهم.